السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس كتابة وحل معادلات الجمع والطرح. هنا هنستخدم معادلات الجمع والطرح فقط في الدرس ده. المفروض في نهاية الدرس أبقى عارف إن أنا أكتب معادلات ذات متغير واحد وأوجد المجهول. يعني إيه معادلات ذات متغير واحد؟ يعني لما أجي أقول مثلا 3n يساوي 15. المتغير الواحد اللي هو n، يبقى ان دي ونعتبر انها احذية، 3 احذية ب15 ريال. يبقى انا عندي الحذاء بيساوي كام؟ هنا هيساوي 5. ادي معنى كلمة متغير واحد. طيب خواص المساواة والعلاقات العكسية. طبعا خواص المساواة ان انا هنا لو جمعت 4 او 5 لازم اجمع هنا برضو كام؟ 4 ولا 5. طبعا هنا انا هجمع 5 عشان جمعت 5 على الطرف ده، يبقى هجمع 5 على الطرف ده. دي معنى كلمة خواص المساواة. العلاقات العكسية ان انا لما باجي اقول 3n بتساوي 15، فانا هنا ممكن بقسم هنا على 3 وبقسم هنا على 3 عشان يديني ال5 دي، تبقى العلاقة هنا العلاقات العكسية، او بطرح من الطرفين وهكذا. هنشوف الامثلة عشان نوضح اكتر. دلوقتي هنقول المثال الموجود قدامنا. بيقولي بدر أصغر من فارس بمقدار 19 عاما. تمام. عمر بدر 34. اكتب معادلة طرح وحلها لإيجاد عمر فارس واللي هو واي. هنا اداني ان انا اجيب المجهول واللي هو واي، واداني عمر بدر واللي هو ال34. يبقى واي ناقص 19 هيديني 34. واي ناقص 19 هيديني 34. دلوقتي المعادلة دي معادلة موجودة قدامي. ان اول حاجة بنشيك عليها هو فيه كام مجهول. انا عندي مجهول واحد واللي هو واي. المعادلة دي استخدمت فيها خاصية الجمع للطرفين. جمعت 19 للطرف الايمن و19 للطرف الايسر. لما بجمع 19 للطرف الايسر، 19 زائد 19 و19 زائد 34 ناقص واي. هنا انا عندي زائد 19 وفرق 19، الاتنين دول هيروحوا مع بعض، الزائد والناقص هيبقى لي 19 زائد 34 واللي هو بيساوي 53. يبقى واي هنا هتساوي 53. اذا عمر فارس 53 عاما. طيب عمر فارس هنا 53 عاما. عشان نتحقق هنطرح 53 فرق 19 هيعطيني 34. بيقول لي اشرح كيف يمكنك استعمال العلاقة العكسية بين الجمع والطرح لحل المعادلة. العلاقة العكسية أنا عندي هنا اللي جوه زائد 7. كل اللي أنا هعمله إن أنا هضيف -7 أو طرح 7 للطرفين. يبقى أنا هضيف هنا طرح 7، وهضيف في الجزء ده طرح 7، وفي الجزء ده برضو طرح 7. لما اطرح 7 من الطرفين اللي هيحصل ان ال7 اللي موجودة قدامي دي هتروح مع ال7 دي، واحدة سالب واحدة موجب، الاتنين هيروحوا مع بعض. تمام. يبقى دول كده راحوا مع بعض. ولما اطرح 25 منها 7 هيعطيني العدد اللي موجود قدامي ده، واللي هو هنطرح من 25 5 هيبقى 20، وبعد كده هنطرح 2 هيبقى 18. هيبقى عندي ان هنا n بتساوي 18. يبقى انا عندي هنا n تساوي كام؟ 18. وبكده ابقى حليت المعادلة اللي موجودة قدامي دي. في السؤال التالي بيقول لي لدى هند العدد t من الكتب، اشترت 8 كتب اخرى فاصبح لديها 24 كتاب. طيب النتيجة اللي عندي الاخرانية واللي هي ال24. ال24 دي مساوية لايه؟ ال24 بتساوي t زائد 8. هنا برضو هستخدم العلاقة العكسية. أنا هنا هضيف -8 للطرفين، -8 هنا و8 هنا عشان أقدر أحل المعادلة بتاعتي. أكتب معادلة وأحلها لإيجاد عدد الكتب.
كل اللي هيحصل ان انا التمانية زي ما قلنا، التمانية دي هتروح مع التمانية دي، هيبقى لي التي، وهنطرح ال24 منها 8. 24 لما نطرح منها 8 هيديني 16. يبقى النتيجة بتاعتي هتساوي 16. انا هنا بستخدم العلاقة العكسية بان انا بضيف نفس الرقم او بطرح نفس الرقم اللي موجود جوه المعادلة، مش بره المعادلة. بره المعادلة بيبقى الرقم الكبير، واللي هو هنا مثلا بيكون ال24. انا ما بضيفش ال24. لو لقيت جوه 8 هطرح 8، لقيت جوه 6 زائد 6 هطرح 6. هنا زائد 8 طرحت 8. لو لقيت سالب 8 او طرح 8 هجمع 8، بحيث ان انا اتخلص من الرقم اللي موجود جوه. هنشوف مثال تاني، وليكن المثال اللي موجود امامي. هنشوف المعادلة اللي موجودة امامي دي. 24 زائد ام بتساوي 49. 24 زائد ام بتساوي 49. بنفس الطريقة اللي عملنا بيها هنا، موجود زائد 24 يبقى هحط طرح 24. طبعا لما باجي احط طرح 24 هحط طرح 24 للطرفين، زي ما اتفقنا ان الطرف ده هيروح مع الطرف ده. 24 وطرح 24 هنا جمع وهنا طرح، هيبقى لي عندي 49. 49 لما اطرح منها ال24 هيبقى لي 25. يبقى هنا ام تساوي 25. يبقى ام تساوي 25 هنا في العملية الأولى. هناخد المسألة اللي بعديها. الحقيقة المعادلات بعد كده بتمشي بمنتهى السهولة. هنا بستخدم معادلات كتيرة على العلاقة العكسية. زي ما احنا شايفين دلوقتي، العلاقة اللي عندي دي فرق ال11 أو ناقص 11. كل اللي أنا هعمله هزود زائد 11 للطرف ده هنا، ولو لاحظنا ان انا حطيتها فوقيها عشان افتكر. وهنا عندي 12 وبرضه هزود عليها زائد 11. يبقى انا عندي زائد 11 للطرف الايمن وزائد 11 للطرف الايسر زي ما اتفقنا عشان المعادلة تتكافئ. لما باجي اعمل معادلة المتكافئة هطير ال11 دي مع ال11 دي زي ما اتفقنا، وهيبقى لي الواي. طبعا الواي هنا هتساوي 12 زائد 11، طبعا يساوي 12 زائد 11، واللي هي هتساوي 23. طبعا المسائل بالطريقة دي مسائل سهلة جدا ونقدر نحلها بمنتهى السهولة. لو اي حد عنده اي استفسار ياريت يبعتلي على التليجرام. وبالنسبة برضو للدروس ياريت تبعتولي على التليجرام بالنسبة للدروس الاونلاين. شكرا ليكم جدا على طيب المتابعة. هنخش بعد كده في الفيديو اللي جاي وتطبيقات اكتر على الدرس.